جرجيس الذي يقلب المعطيات هنا، ويسجل محمد علي الغرياني الهدف الأول لترجي جرجيس إثر هجمة معاكسة. الغزال الأسمر يفرض هنا الكلمة الجرجيسية ويفرض كلمة ترجي جرجيس إثر هذه المراوغة وهذا الهدف الجميل. لاحظوا الانفلات، لاحظوا الترويض والابتداء عاد عن وجيه صغير، ثم وضع هذه الكرة في مرمى الحارس حمدي القصراوي. فرحة كبرى هنا على مدرجات جماهير ترجي جرجيس واللاعب محمد علي الغرياني 22 سنة يسجل في الدقيقة 65. فرحة كبيرة هنا في ملعب رادس الأولمبي، ولكن الفرحة الحقيقية في جرجيس أكبر من هذه ولا شك. تعود الكرة إلى ترجي جرجيس وهجمة معاكسة أخرى لترجي جرجيس، ومهدي بن ظفلة يكسب وهدف ثاني من حيث لم يكن أحد يتوقع ذلك. الهدف الثاني للترجي الجرجيسي عن طريق محمد بوزميطة الذي دخل في الشوط الثاني في اللحظات الأخيرة يسجل هدف الرحمة، يطلق رصاصة الرحمة على هذه المباراة ويهدي فريق ترجي جرجيس الهدف الثاني وهدف الاطمئنان الى الفوز بكأس تونس 2004-2005. اكتمل الحلم في جرجيس لهذا الفريق المغامر الآن. اكتمل الحلم لبوزميطة، لمحمد علي الغرياني ولرفاقهم. أبطال الكأس هم ترجي جرجيس، هم مكرم دبوب، محرز الحسني، أنيس العمري، إبراهيم الجناوني، أنيس النبهاني، حمدي الجبنون، مجدي الخويلدي، أمين سانكاس، محمد بوزميطة صاحب الهدف الثاني بنتيجة هدفين لهدف واحد، محققا آخر لقب له. هم بانتظار صافرة النهاية. صافرة النهاية هي التي تفصلهم عن دخول تاريخ الكرة التونسية وكأس تونس من الباب الكبير. هشام مراد رجل هذه المباراة التحكيمية يعلن عن نهاية المباراة بتتويج فريق الترجي الجرجيسي بهدفين لا شيء أمام شقيقه الكبير الترجي التونسي. فرحة كبيرة جدا، فرحة كبيرة جدا باستاد رادس الأولمبي، استاد 7 نوفمبر في رادس. يشهد اليوم سيناريو غير مألوف ولكنه غير مستحيل في كرة القدم. ترجي جرجيس القادم من مدينة الجنوب، هذا الفريق سيعود إلى الجنوب التونسي، وكلما مر من مدينة سيكون في استقباله فرح كبير، وسيكون في استقباله فرح التتويج بأول كأس في أول دور نهائي. لكم أن تعيشوا هذه الأجواء. هذا الفريق المغامر بذلك الغزال الأسمر. الغزال الأسمر هو محمد علي الغرياني صاحب الهدف الأول في الدقيقة 64. هذه أجواء عناصر ترجي الرياضي الجرجيسي 24 ساعة قبل الدور النهائي، رصدتها كاميرا أجواء الملعب. عندنا جماعتين من نحضروا تو، جماعتين عملنا لجنة نتاع تنظيم تحضر للفينال هذا،
وعلى ضوء اللجنه هيك عملنا كل شيء خرجناه معنا على الورق قبل ما نخدموه، وبعد تالي صار الخدمه والفعل بحضور الاخوين هذا مصلي على النبي فهمتني، هم اللي قاموا بالواجب هذا كله. تعهدنا 15 يوم باش نضحوا وانا نعملوا فيستيفال ونشرفوا الجنوب الشرقي ولايه مدلين وترجي جرجيس بصفه خاصه في تونس. ان شاء الله تشوفوا كل خير من جرجيس، ان شاء الله ننتصروا. أول فريق من الجنوب الشرقي يخوض الدور النهائي لكأس تونس، ولأول مرة يسجل حضور كبير برشا معناتها لأول مرة ندركوا الدور النهائي. والله شرفنا الجهة وما زال إن شاء الله معناتها في الدور النهائي باش نأكدوا اللي وصولنا النهائي ما كان الصدفة ولا معناتها ضربة حظ. على الوطن القبلي احتضن الترابص الإعدادي لفريق عاصمة الزياتين لمدة أسبوع. إن شاء الله تكون طلعة خير وإن شاء الله نكونوا مبروك علينا إن شاء الله. التفاؤل يحدو الجميع لتقديم وجه مشرف وصنع الحدث بعد حين، والعودة إلى جرجيس بكأس أصبحت حلم الجميع هذه الأيام. حول الله بصراحة هذه أجواء عناصر ترجي الرياضي الجرجيسي 24 ساعة قبل الدور النهائي، رصدتها كاميرا أجواء الملاعب. نشوف فيك تقرا في اغاني وعليهم خاصه بالنهائي، يظهر لي فما اجواء كبيره في جرجيس. والله اجواء كبيره في جرجيس وان شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوا جمهورنا اللي باش يجي الرادس بقدره الله. الخطط اللي تم في بلاي ستيشن تنجموا تطبقها لا كل حاجه فزت علينا. لا في الفينال خطه اخرى ان شاء الله وقدر ربي نكونوا الاولاد كل حاضرين وان شاء الله عاد البارتي باهي ان شاء الله. أول مرة باش يلعب واحد قدام 50,000 متفرج ربع ساعة ربع كاو الرهبة ربع ساعة ربع إن شاء الله في شفمو تتنحى ما ثماش مشكل بالنسبة لنا معناتها نلعبوا قدام 50,000 ولا معناتها بالنسبة معناتها تنجم تقول معناتها حافز مش معناتها إن شاء الله وإن شاء الله معناتها ماذا بينا يجوا بزيد عدد معناتها سيرتو جماهير ترجي جرجيس. جمهور معنا بقدرة ربي إن شاء الله نعملوا حاجة باهية ونشرفوا جمعية جرجيس وأحباء ترجي جرجيس. ممكن كيف لا ديفيرونس معناتها اللي باش يعمل الفارق ان شاء الله يوم الاحد لا تكتيك ولا تكنيك. صحيح الملاعب عام كامل هو حاضر ويخدم فيزيكمون ويخدم تكتيكمون ويخدم معناتها يصلح في الاخطاء نتاعه ويقوي في الحاجات الباهيه، لكن في مقابله كيما هذه نشوف العامل المهم كما كنت تحكي هو العامل النفساني، وان شاء الله يكونوا حاضرين نفسانيا. في كل الحالات نشمي الديكلاراسيون تاع اللاعبيه تاع الترجي هذه ممكن ضدنا احنا توا، لخاطر فريق كبير واعي بالحكايه بالضبط. كنا نتمناو ان يستسهلونا في اثناء المقابله، لكن ما نستناهاش من الترجي على كل منير. باش نبداو معك منير. الترجي الجرجيسي يخوض لاول مره الدور النهائي، مدرب تعرفوا لعبت معه الاسعد معمر، اكيد معناها البقاء في الوطني وكذلك نهائي كاس معناها ممتاز الموسم. اكيد بالنسبه للمدرب وبالنسبه للفريق ككل نعتبر انفسنا انجاز في حد ذاته الوصول الى النهائي والبقاء في القسم الوطني. لكن اليوم مقابله كاس عندنا 90 دقيقه باش نلعبوها. في كل النتائج حسب رايي وحسب النفسيه اللي المفروض ان يدخلوا بها اللاعبين، كل النتائج مقبوله، لكن مع التركيز والحفاظ اكثر على الهدوء معنا داخل الملعب حتى نجموا نوصلوا لنتيجه ايجابيه ان شاء الله. ترجي الجنوب في الكاس كان كذلك ضمن الفريق
لكن كلاعب هذه المره كمدرب نقول مدرب وقتيا سعيد بما انه عامل 0-0 يعني في نهائي كاس تونس، والناس الكل تعرف ان الترجي ينطلق باسبقيه حتى ضئيله. شو رايك في الشوط الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الشوط الاول كان المنتظر معناتها بريسيون الترجي معناتها في المناطق نتاعنا، لكن اللي سكرنا المنطقه الخلفيه براتيكمون كل ملاعب اللي هو اختار زعيم او ودي او دو سانتوس خذيناهم مركز انديفيديال، وان شاء الله يكملوا مازال الميتون كامل وكل شيء فيه ممكن فهمني. ان شاء الله يكملوا كما الميتون الاول على الاقل على مستوى البلاسمون نتاعهم، على مستوى لي زانترفونسيون نتاعهم، ان شاء الله يكملوا هذاك. حكيت لنا على 3-5-2 في الانطلاق وعلى الدور الدفاعي الموكول في الاطراف، كذلك محمد علي الغرياني وانكو كمهاجمين. ما شفناش برشا ترجي جرجيس في الوضعيات الهجوميه. والله هم بالنسبه للغرياني وانكو ما كانوش معناتها دي فريز اتاكون، ما كانوش معناتها مهاجمين معناتها من الاصل، هم يلعبوا وسط ميدان وهجومي فهمتني، لذلك علاش يجوا من الاخر. والاسبيرونس بيان سور كبير كبير هذاك علاش يسيطروا علينا. ما تبانش فريقنا كور. ان شاء الله في الدوزيام ميتون نكونكريتيزو لي زوكازيون اللي جونا، وان شاء الله نعدوا مقابله طيبه. يعطيك الصحه بالتوفيق. اكثر تفاصيل ومتابعه طيبه مع منير بن مصطفى في الاستماع. شكرا عبد الرحمن. اهلا وسهلا بكم مشاهدي القناه التونسيه في تونس وفي الوطن العربي. اهلا وسهلا بكم في هذا الدور النهائي اللي باش يجمع بعد قليل الترجي التونسي بالترجي الجرجيسي. كان هذا النشيد الرسمي التونسي قبل ضربة بداية هذا الدور النهائي. وكان كما كنتم تشاهدوا على الصورة وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية كان لاعبي الفريقين رفقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. طاقم تحكيم تونسي تشاهدوا فيه أمامكم هشام جيرات الدور النهائي الثاني في سجله. إذا هشام جيرات يدير هذه المباراة الدور النهائي. أذكركم بسرعة كان مدكم بها منذ قليل الزميل حسني زغلولي بتشكيلة الفريقين. أذكركم بسرعة بتشكيلة الترجيين الترجي العاصمة وترجي الجنوب. بالنسبة للترجي الجرجيسي مكرب دبوب، أنيس النبهاني، إبراهيم الجنواني، أنيس العامري، مجدي الخويلدي، أيمن منافق، منظر الصالحي، فيصل العماري، حمدي جبنون، أنكو جامبي. هيا أمامكم التشكيل على الصورة، ومحمد علي الغرياني. هذا هو ال11 الأساسي بالنسبة لتشكيلة المدرب الشاب الأسعد معمر. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي التونسي في حراسة المرمى اليوم فما حمدي القسراوي، وجيه الصغير جوزي كليتر، وليد عزيز، أوبينان ونيري، جوهر المناري، كمال زعيم، مراد المالقي، أودي داميان، ماركوس دو سانتوس، وعصام جمعة. يدرب الترجي التونسي العربي الزواوي يساعد لطفي جبارة. طاقم تحكيم كامل نعطيكم. حكم الساحة هشام جيرات، يساعدوكم من صاحبي الهدواج وجلال بودية، والحكم الاحتياطي هو عواز الطرابلسي، ويراقب اللقاء محجوب. هذا بنك بدلاء الترجي الجرجيسي اللي نجم فيه محرز حسني، عبد جامي، محمد بن زميتة، منتصر شميخة، مهدي بن ضيف الله، محمد العربي بن حاج سعد، وخالد بركة.